سابك ومشي. كان عنده حق بصراحة. كان هين عليا إن أنا أرمي نفسي تحت أي عربية وارتاح. انت غالية يا ليلي، هتفضلي غالية. بس أنا متأسفة على الموقف البايخ اللي أنا حطيتكوا فيه ده. احنا مش مهم، بعدين نفكر ونتكلم ونصلح. أهم حاجة دلوقتي العلاج بتاعك. واضح إنك تحت ضغط كبير. أنا موت بابا وجعني قوي، وماما بعيدة وعمرو أبعد. لقيت نفسي بتشد في الموضوع مرة، في التانية، في التالتة، لأني مش عارفة أرجع. أنا آسف، أنا اللي غلطان لإني سبتك لوحدك. وهتعمل إيه يا بيبو؟ هتعرف منين؟ دوري أعرف، أسأل، أشك. ما أنت بقيتيش صغيرة بتفرطين زي ما سبتك، كبرتي وبقيت شقية. بس لو عايز تعمل زي طارق وما تسامحنيش هيبقى عندك حق. طارق مصدوع وأنا هتكلم معاه في الوقت المناسب. كل حاجة هتبقى تمام. دلوقتي المهم العلاج بتاعك. والفضيحة؟ مفيش فضيحة. في حد ما بيغلطش؟ كل اللي حواليك عندهم غلطات. احنا نركز في معركتك بس. معركة ايه؟ معركة العلاج. مش معركة سهلة يا ليلي. شوفي، أنا خسرت يجي مليون معركة، بس دي معركة أنا مش مستعد أخسرها. مش هعرف أكسبها غير لو أنت معايا. يعني أنت مش زعلان مني؟ زعلان جدا. أنا آسفة. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. ليه بس يا شريفة؟ الأخطاء مهما حصلت بيبقى في فرصة لحلها. والنبي يا جدي خلي الحكم دي لحضرتك. كفايه منظرنا قدام الناس والعار اللي احنا بقينا حاسين بيه. اختك كبيره وانت كبير، كل واحد يشيل شيلته. ابتدينا بقى فلسفه. مالها الفلسفة يا ابن فطين؟ جميله. عامله ايه دلوقتي؟ أحسن يا شريفة، ولازم ناخد بالنا منها أكتر. نمشي معاها المشوار خطوة بخطوة. كتر خيرك يا عمي والله. ومحدش يسمعها كلمة مش كويسة، ومحدش عقله يزقه يمد إيده عليها. فهمني طبعا. اخربها اخربها كمان وكمان. يا أخي أكتر من كده خراب. ده أنا كل ما أقول جبتوا آخر الخراب ألاقيكوا لسه بتحفروا في الأرض. وأنت بقى المنقذ؟ سيبنا حاول يا أخي. طالما بتتكلم عن الخراب لازم تشوف حسابات شركتك الضايعة. وهو أنت بأي حق أصلا بتبص في فرع شركتي؟ بحق التوكيل اللي عاملاه لأختك. أختي المدمنة؟ يا أخي يا أخي افهم، كلنا مسؤولين عن اللي حصل لها يا بجم. أنت بتمد إيدك عليا والنعمة أوريك. جرى إيه؟ ليه كده بس؟ اللي جرالكوا يا أولاد أبو الهنا؟ اللي جرالكوا؟ عارف ان انا غلطان، بدل ما اخد الواد في حضني ضربته. انا زفت ماشي، اهل البيت كمان هتروح. انا في ورطه،
تعمل ايه يا فطين؟ كنت هتعمل ايه انت؟ عامل ايه يا امين؟ وهينفع تسيبوني كلكم مرة واحدة كده؟ يا طروق لو راح الشركه والنبي خدني معاك. يا سلام. غريبة يعني، من امتى وانت بتطلب مني توصيلة؟ يا ابني ما هو ما ينفعش نفضل غراب عن بعض كده. احنا عايشين في بيت واحد ولا الاغراب، بقينا عاملين زي ابوك الله يرحمه واخواته. يبقى يسرية زقاك عليا عشان الجوازة الجديدة. جوازه جديده؟ هي لحقت؟ يا ديحة. والله العظيم ما اعرف حاجه، وبعدين حتى لو في اخلع اتبسط يا معلم، بلا جواز بلا ستات بلا هم. طب انت بتقول كده عشان مرتين ولبست. انا المرة اللي هجرب فيها خيشت. ما فاتكش اي حاجه يا حبيبي، ده ربنا بيحبك. ولو على ولاء ما تعملش بطل والجلاله تاخدك وتقول لي بحاول انقذها والشويتين دول، ها؟ تطلع في الاخر انت بتضيع وقتك على الفاضي. احلى حاجة فيك انك فاعل خير. الحمد لله. شكلك مستوي على الاخر. شارب من كعاني والله، مش عارف اوصل لاي قرار. تصدق صعبت عليا؟ لا خلاص هوصلك، بس احكي لي. انت تحكي لي. انا احكي لك ايه ولا ايه بس؟ عادي. بيقولوا عليك جامد يا مازو، مخلصاتي ومفيش منك، والجماليه كلها في عبك، فقلت اكلمك نتقابل. هذا من فضل ربي، وهو كله بحسابه برضه يا عمرو بيه. الله صحيح، بمناسبة اسمك يعني، هو تقرب لبليغ بيه ابو الهنا؟ يبقى عمي. انت تعرفه منين؟ عز المعرفة، الباشا كان طالب مني مصلحة من كام يوم وخلصتها له في السريع. طيب عموما انت كده لخصت عليا، انا جايلك بخصوص عمي بليغ. لا مؤاخذة، مش فاهم، الدماغ مش مترجمة. هو اللي بعتك ليا يعني؟ مش كده، بليغ عامل لنا مشاكل جامده قوي في العيله، وبصراحه كده احنا زهقنا وعايزين نرتاح ونريحه. وعمرو بيه جاي لي عشان اريحه من بليغ بيه. بالظبط كده، تعجبني وانت فاهمها. وعموما مش هنختلف، اللي هتطلبه هتاخده، بس تنجز. الموضوع ده مش سهل وكبير. يبقى نشوف حد غيرك يا موزو. انت هو ده انت بتخلي عن بنت عمك بالسهوله دي؟ سهوله ايه؟ اللي عملته مش شويه على فكره. تخلي اي واحد يدب من غير ما يفكر. يدب؟ طب ولما فكرت؟ ولا لسه مصدوم؟ بنت عمك في موقف صعب يا واد، وانت بدل ما تتسند عليك رحت مكمل عليها. بس يعني بيتهيألي اي راجل مكانه هيفكر كده برضه. وهي دي الرجوله يا مدحت. الرجوله تبان في المواقف الصعبه. طول ما الحياه بابلي ما تعرفش تحكم، بس عمرك ما تنسى ابدا حد وقف جنبك في موقف صعب. صح، انت بتتكلم صح يا عم، بس انت شكلك ناسي ان انت اتخليت عن حبيبتك قبل كده وسبتها وسافرت. لا يا حبيبي، ما كانتش في موقف صعب، وحياة عمك وخيرتها. كونها بقى عماله تشردني دي مشكلتها هي مش مشكلتي انا، انما ولاء حقيقي في موقف صعب. يعني انا اللي كنت نازل. بص انا مش بدافع عنه عشان هو اخويا، بس انا برضه مش عارف اغلطه. طبعا، لانك انت كمان غلطان مش واخد بالك. غلطان في ايه؟ عشان اتجوزت جوازه تانية على سنه الله ورسوله؟ عليه الصلاه والسلام. انا يا واد اتكلمت على سنه الله ورسوله. امال ايه يا واد؟ انت غلطان لانك محير 2 ستات وظالمهم معاك. في دي عندك حق يا عم. والله يا عم انت ربنا بيحبك، انت اترحمت من الليله دي كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. انت ولاد فاكرين ان انا ما بتجوزش يعني بكره الجواز؟ ايوه. لا طبعا، انا ما بتجوزش لاني اقدس العلاقه الزوجيه، بحترم المراه طبعا. امال اعمل زيك كده؟ اقول يلا انا هتجوز دي وهي كمان تقول نجرب، وبعدين نبتدي نتعرف على بعض بعد شهر العسل؟ طبعا لا. عشان كده البيوت بتخرب قبل ما تعمر. ما ينفعش فجأة تصحى تقول ايه ده؟ مين الشخص اللي انا عايش معاه ده؟ لازم نعرف بعض كويس، نتأكد ان احنا بنحب بعض، عشان اي واحد بيحب التاني ممكن يتخلى عن عيب فيه عشان اللي بيحبه. هو ده اللي شفناه مع اهالينا يا اولاد. عندك حق، دي كانت علاقة بابا وماما. خلينا فيكوا دلوقتي. السعادة اختيار يا ولاد ابو الهنا، بس مهم قوي نختار في الوقت الصح قبل فوات الاوان،
عشان الندم كمان اختيار. اختيار.